تعالوا النهارده هنعمل احلى قرص طريه وهشه. مش هقول لك زي الفرن، احلى كمان واحلى حاجه كده تتاكل اكل. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. معايا هنا 4 كوبايات دقيق سنبله الفرات متعدد الاستعمالات. حطيت عليه معلقتين سكر كبار ورشه ملح، وحطينا عليهم معلقه خميره. طبعا احنا هنا النهارده ما جربناش الخميره بره، حطيناها على طول عشان خلاص متاكدين من النتيجه من الخميره بتاعتنا. وحطينا ربع كوبايه زيت، حابه تبدليها بسمنه براحتك، احنا عاملينها هنا اقتصاديه جدا جدا. ومعايا كوبايه ميه هننزل بيها على الدقيق حسب الدقيق بتاعنا ما ياخد، ممكن ياخد الكوبايه، ممكن ياخد ربع كمان عليها. بنضرب العجينه بتاعتنا حلو في العجان لغايه ما احس ان هي بقت لينه وناعمه. لازم اخدم العجينه حلوه يا جماعه عشان تديني نتيجه حلوه. خدمنا العجينه في العجن حلو، في التخمير كويس، بتيجي نتيجه هايله جدا. زي ما انتم شايفين اشد العجينه بتاعتي كده اهوت ما تتقطعش مني، يبقى هنا العجينه اتخدمت حلو. بنخدمها لو بايدنا من 7 ل 10 دقائق. اخدم العجينه حلو، وبعد كده بحطها في البوله بتاعتي وبسيبها تخمر زي ما انتم شايفين كده. بغطيها بكيس استرتش او كيس بلاستيك او فوطه وبسيبها تخمر. وبعد كده زي ما احنا شايفين هنا بعد ما خمرت، شايفين يا جماعه، ببتدي اخد العجينه بتاعتي على الرخامه، وبعد كده بقطعها بالنظر كور كور زي ما انتم شايفين. عندك ميزان وحبه تعملي الكور قد بعضها مفيش مشكله، ما عندكيش الميزان بالنظر كده يا جماعه بناخدهم كوره كوره علشان تبقى على قد القرصه اللي احنا هنعملها. بعد ما بخلصهم بغطيهم بكيس استريتش او كيس بلاستيك من بتوع التلاجة بتاعتنا علشان العجينة ما تعملش وش. وبكون هنا وبسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. وعبال ما بيرتاحوا 10 دقايق بكون محضرة العجوة بتاعتي بمعلقتين 3 زيت كده على البوتاجاز على نار هادية، ومعلقتين سمسم، وبقلبهم حلو عشان تطرى في ايدي. وبعد كده بعملهم كور وبفردها على قد القرصة بتاعتي. بخلي العجوة تاخد حيز كبير من القرصة، وببتدي اقفل عليها بالطريقة اللي انت شايفاها كده. ممكن اخدها على كف ايدي اقفلها، وممكن على الترابيزة او على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. بقفل القرصة حلو جدا جدا يا جماعة من تحت علشان العجوة ما تطلعش اثناء التسوية بره. لو طلعت من القرصة هتنشف جدا جدا وهتسود ومش هتبقى حلوة خالص في القرصة، وهتبقى مدية سنة مرار. وبعد ما بفرد العجوة وبقفل، بحطهم في الصاج وبرضو بغطيهم علشان وشهم ما ينشفش. بعد ما بخلص المقدار كله زي ما انتوا شايفين كده، 1 و2 و3 عملناها قدامكم عشان نشوف الطريقة كويس. بقفلها حلو وبفرد فيها العجوة تاخد حيز كبير، وببططها على الترابيزة وبحطها في الصاج كده. مفيش اي صعوبة. تهيألي يا جماعة ما عملناش لغاية دلوقتي حاجة صعبة. طبعا انا عايزة افتحهم من النص فتحتين 3. عندك سكينة اوكي، عندك العجلة المشرشرة برضو مفيش مشكلة، الموجود عندك او المتاح. بالنسبة للفرن يا جماعة ما بيسوهاش تخمر، بتتحط على طول في الفرن، على طول بتتسوى في الفرن، ما بتتسابش تخمر. انا هنا سبتها 10 دقايق، وبعد كده كنت طبعا مسخنه الفرن قبلها، دخلتها الفرن بعد 10 دقايق من ما سبتها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده دخلتها الفرن على طول. طبعا احنا متعودين في المعجنات ان احنا المعجنات بتاعتنا اول ما بتطلع بنبخها بخيتين ميه كده حلوين، وبغطيها بكيس استريتش او كيس تلاجة علشان تدي معايا طراوه للمعجنات بتاعتنا. زي ما احنا متفقين يا جماعه بخاخة الميه دي اساسي. زي ما انتوا شايفين كده القرص يا جماعه ما ادهنتش حاجه من على الوش خالص، انا ما دهنتهاش حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين حاجه كده طالعه طراوه من جوه تحفة. العجوة عاملة ازاي من جوه يا جماعة، شكلها حاجة كده تتاكل الأكل. لا تقوليلي بقى الفرن ولا شفت وصفة هنا ولا هنا، امشوا يا جماعة على الوصفات بالظبط بنفس الطريقة وبنفس المقادير، هتطلع معاكوا أحلى عظمة. شغل عالي يا جماعة فعلا زي ما انتوا شايفين. فعلا شوف القرصة يا جماعة سخنة جدا، مش قادرة اقول لكم ان انا مش قادرة امسكها عشان طبعا هي لسه طالعة من الفرن وانا دقيقتين بالظبط وحبيت اوريها لكم. شايفين الطراوه والهشاشه يا جماعه عامله ازاي، حاجه كده لما نعملها ونفطر ولادنا بيها الصبح
مفيش مشكلة وما هياش مكلفة وحاجة بسيطة. حتى أثناء الدراسة يا جماعة العجوة بتدي طاقة وباور حلو جدا. لما نعمل لهم منها أثناء الدراسة مش وحشة يا جماعة، الصبح في الفطار زي ما انتوا شايفين كده حاجة عظمة. اللي ما شافش صفحتي قبل كده يا جماعة محتاجين لايك وشير عشان الصفحة تعلى. تابعوني دايما يا جماعة على صفحتي مملكة الحلويات عشان هنلاقي كل جديد، وشكرا.